فاكرين التشكيله دي؟ هي دي التشكيله اللي كان بيدور عليها تشافي انه يعرف يوجدها تاني بالاسماء دي، وقدر انه يلاقيها بالعناصر الشابه الجديده. وده اللي انا شفته. فرقه برشلونه في الماتش ده كانت ماسكه المباراه بصوره ممتازه، وخدمها الحظ بالطرد اللي ابتدى في نهايه الشوط الاولاني. وبكده كان من المتوقع جدا ان برشلونه تنزل بنفس الاداء المتميز ده تكمل بيه في الشوط الثاني، وان ما كانتش قدرت تسجل اهداف في الشوط الاولاني هتقدر تسجل في الشوط الثاني. وده اللي حصل، وبعد وقت قليل جدا من بدايه الشوط الثاني قدر برشلونه ان هي تسجل الهدف، وقدر ان الموضوع يكون في المتناول. كمان بصراحه انا لقيت استسلام تام من فرقه ريال سوسيداد، لان يعني انا مش شايف اي اسلحه هجوميه، اي هجمه غير اللي هي تير شتيجن دي. قال لك والله العظيم ما يحصل، لازم الماتش ده يكون فيه منافسه كده ورايح جاي بينا. خد يا ابني وريني هجماتك عامله ازاي. وراح مديلهم الكره، كان ممكن يخلص على المباراه اصلا وتبقى تعادل، ونروح في سكه تانيه وفكر تاني بقى، ويا ترى بقى الاكسترا تايم ولا ضربات الجزاء وهنعمل ايه. طب وليه اصلا يا تير شتيجن ليه ركبك العبط كده؟ فاصلا في الوقت اللي اساسا تشافي فيه كان بيعمل ايه بقى؟ ابتدى يسحب اللعيبه اللي هو خلاص هو اصلا هو تاكد ان هو كده كده خلاص هيكسب الماتش، لان ريال سوسيداد اللي هي استسلمت. فبالتالي ابتدى يجرب لعيبه زي رافينيا، فاتي، نشوف بقى الناس دي تفوق بقى ترجع لمستواها في ماتش احنا ممتلكينه وقادرين ان احنا ايه يعني نحركهم من هنا ومن هنا ونضغط من هنا ونجيب اهداف يعني بنضيع كمان. بس لقيت لك بقى تير شتيجن ركبه العبط، وابتدى ايه يديهم الكوره وابتدى يتهبل، والحمد لله الموضوع ده ايه اتلاشى بسرعه وعدى، عشان خاطر فرقه زي برشلونه ما ينفعش تخرج من كاس ملك اسبانيا بالسهوله دي، او انها دي يعني ممكن تتحط في موقع خطر بسبب خطا ساذج زي ده. بس اللي انا مبسوط منه ان برشلونه حتى لو السيزون ده هي مش اقوى فرقه، ففي بدايات مبشره جدا على ان برشلونه السيزون الجاي هتكون مرعبه اوروبا. حرفيا التشكيله اللي ثبت عليها، او التشكيله اللي خلاص حط ايده عليها تشافي، وقدر كمان يلاقي الاسماء المشابهه، زي مثلا الواد بالدي سريع جدا زي زمان كده، جوردي ألبا. كمان عندك كوندي بيقدر يسد بيه، او يقدر يعني اللي هو ايه يحل الازمه اللي بيسببها عثمان ديمبلي، ان هو مش بيكون دفاعي قوي جدا في المرحله زي دي. فعندك كوندي اساسا بيلعب ارتكاز، فبالتالي هو يعني قلب دفاع، فلما حوله هنا باك رايت ادى معاه كويس جدا. كمان اروخو كويس جدا، يعني ممكن نقول ان ده هيكون خليفه لبيول او بيكي ايهم اقرب في عزهم. بس كمان عندك بقى في نص الملعب، يعني هو ده اللي لسه مش لاقيين له بوسكيتس، ده اللي لسه مش شايفين له حل. لكن هنقدر نقول ان تشافي لقى مكان هنا بيدري وديونج، وكمان هنا جافي وليفاندوسكي الخبره الكبيره جدا اللي قدر ان هو يثبت نفسه في برشلونه، وكمان قدر ان هو يكون يعني قد المسؤوليه، لان هو كان رايح برشلونه في وقت فيه انهيار. قدر ان هو يكون فايق. في اشاعات بتطلع عليه يقول لك ان هو مش بتاع الماتشات الكبيره والكلام ده، بس وجود اسم زي ليفاندوسكي في هجوم اي فرقه يخلي اي خط الدفاع مركز معاه، مديله الاهتمام، مش سايب له مساحات، مركز يقدر ان هو يخطف انظر المدربين، او نقدر نقول ان هو ما ينفعش يتساب. فبالتالي بيعرف يسيب مساحات، او بيكون محطه كويسه جدا للعيبه اللي في الطرف ده او في الطرف ده ايا كان مين هم. فبالتالي كانت يعني انا شايف ان برشلونه السيزون ده عملت اللي عليها في موضوع الصفقات. كمان تشافي ابتدى يحط ايده على نقط القوه ونقط الضعف، وابتدى يعالج نقط الضعف في برشلونه. لسه الفكره بتاعه التنظيم الدفاعي مش احسن ما يكون، وان هم دفاعيا مش اقوى زي ما هم دلوقتي بيقدروا يخرجوا من الكوره بصوره كويسه. امتلاك نص الملعب يعني بيحتاج ان اللعيبه تعرف تتحرك ما بين الخطوط، وده اللي عنده في بيدري وجافي وديونج. بيقدروا يفتتوا اي خط دفاع واي خط نص ملعب بفكره ان هم بيقدروا يتحركوا في اكتر من جزء من ثانيه في 3 4 متر. بنعرف نلاقي او بنشوف فرقه برشلونه اللي بتلعب التيكا تاكا اللي من قبل ما انا وانت نتولد وهو بيلعبها في 6 متر 7 متر، بتلاقي تك 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 خرجوا بالكره تعرفش ازاي. زي هجمه كده شفناها في اول المباراه في الدقيقه 38 عفوا في الدقيقه 38 هتلاقي ان يعني في المنطقه دي
من اكتر من 3 باصات او 4 باصات حصلت جوه المنطقه دي، اللي هي المنطقه اللي يعني اللعيبه بتسدد فيها، او المنطقه اللي هي اللعيبه اللي هي بتخلص فيها قدام الجون. فبالتالي برشلونه اللي ما كانتش دلوقتي فرقه قويه، فالسيزون الجاي هتكون فرقه مرعبه لاوروبا تما، وحش محدش هيقدر يوقفه لو استمرت بنفس الاداء ده ونفس الروح اللي انا شايفها دي. فعلى ما اعتقد برشلونه هو الوحش القادم اللي محدش يقدر يوقفه، ولا هتقول لي حتى مبابي، ولا هتقول لي بقى نيمار ولا ميسي ولا اي لاعب ممكن او اي خط هجوم يقدر يقف قصاد برشلونه. مش عشان برشلونه تمتلك اقوى هجوم، ولا عشان برشلونه تمتلك اقوى دفاع، عشان برشلونه تمتلك اقوى خط نص ملعب. وخليك عارف كده، امتلكت نص الملعب انت امتلكت المباراه، فقدت نص الملعب انت فقدت المباراه. حتى لو كان عندك لعيبه في الدفاع قويه، او لو كان عندك لعيبه في الهجوم قويه، طول ما انت معركه نص الملعب دي خسرتها، اعرف دايما ان انت مع السلامه. عشان كده تشافي يعني من الحظوظ، او ممكن نقول من يعني التوفيق من عند ربنا ان طلع له بدري، طلع له جافي. اللعيبه كمان عندها شخصيات، يعني مش يعني اللعيبه اللي هي ايه، مش اللعيبه الضعيفه. يعني انت شفتهم في منتخب اسبانيا على اعلى مستوى تقريبا، اللعيبه على اعلى مستوى وثقه، وخدوا خبرات من بدري جدا. زي عندك بدري لعب في كل مراحل المنتخبات تقريبا من منتخب اسبانيا، ولعب مع برشلونه من بدري جدا، لعب اعلى مباريات في السيزون. فلا هم ابتدوا بدري، زي بالظبط كده ما رحله انيستا وتشافي وسيسك فابريكاس لما طلعت المجموعه دي كانوا من افضل خط نص جه في تاريخ اسبانيا. وده الجيل الجديد بتاع اسبانيا. انت شايف دلوقتي بيدري، شايف دلوقتي جافي، شايف دلوقتي كمان دي يونج، شايف كمان ان انت يمتلكهم مدرب ذو عقلية كويسة. كان يعني الفترة من الفترات الظنون او الرؤية كانت بتقول ان تشافي ده من اسوأ المدربين اللي ممكن تمسك برشلونة، وهيخش في القائمة بتاعت لامبارد بقى وجيرالد والناس اللي هي ايه ما كملتش في التدريب، دي اساطير كروية لكن ما كملتش في التدريب. لكن الفترة دي من الواضح ان تشافي عنده شيء واللعيبه مصدقاه ايه. ولك ان تتخيل ان برشلونه بتنافس في كل بطوله هي فيها. يعني هنشوف هتعمل ايه في اليوروب، هنشوف هتعمل ايه في الكاس ملك اسبانيا كمان، انا هنشوف هتعمل ايه في الدوري، هي متصدره الدوري لحد دلوقتي. فالامور مش بسيطه خالص. يعني بدايه موفقه لتشافي رغم انها كانت سوري، مشوار موفق لتشافي رغم ان البدايه ما كانتش احسن من كده في خروج من الشامبيونز ليج، وكمان يعني ازمات في الدوري الاسباني. دلوقتي نقدر نقول ان برشلونه يعني نكتب كده جنبها سون برشلونه. يعني انتظر برشلونه لان دي قطر محدش عارف يوقفه. ومتهيألي في ان دلوقتي ريال مدريد عماله تخرج زي ما شفنا كده، لوكا مودريتش راح النصر السعودي والاخبار اللي خارجه دلوقتي. فانت المنافس اللي قدامك عمال يفقد اجزاء من اساطيره، عمال يعني ما بيجيبش صفقات. يعني تحس فيه اشتباع كده او شبعه داخليه عند لعيبه ريال مدريد او اداره حتى ريال مدريد، ان هم يعني شبعوا من البطولات خلاص. فبالتالي احلى واجمل موسم تاخد فيه كل حاجه اسبانيه يعني او محليه ده. فلو برشلونه ما قدرتش تكمل بالريتم ده، او يعني مش هيلاقوا فرصه احلى ولا اجمل من دي ان هم يكملوا يعني ياخدوا بطولات او اكبر عدد بطولات ممكنه في الوقت الحالي. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن مباراه تشافي وريال سوسيداد، لان انا شايف ان برشلونه فعلا هي ما لعبتش غير بافكار تشافي، لان تشافي بصراحه بيقدم موسم كويس جدا او جيد جدا بعد ما قدر ان هو يعالج يعني ثغرات ونقط ضعف برشلونه. ويمكن نقول مش علاج كامل ولكن بصوره افضل او بصوره احلى، ورجع لنا خصم قوي جدا في الساحه كان اسمه برشلونه. وبنسمع دلوقتي انباء يعني ان ميسي ممكن يعود الى برشلونه، فيعني هنشوف المستقبل مخبي ايه. وبكده كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.